أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سائل يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له أذية من الجن مثل المس؟ النبي حصل له شيء من الأذى من الجن، لكن ليس بمس، لم يصبه المس عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بعض الشياطين أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وكذلك مر رجل من الجن أمام النبي وهو يصلي يريد أن يقطع صلاته، فقبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وجد برد لعابه على يده، فقال: لولا دعوة أخي سليمان الذي قال ودعا الله عز وجل أن يجعل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال: ربطته في هذه السارية حتى يلعب به الصبيان. فيتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، لكن لا يستطيعون الوصول إلى النبي. الله يدفع عنه ويحفظه ويحميه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمه ويحميه عليه الصلاة والسلام. نعم، أما أنه أصيب بالمس فلا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.